شتوتغارت الكل بيعرفها مدينة سيارات، بس السؤال ليش صارت هيك؟ خليني أحكي لك. المدينة مبنية بوادي محاطة بتلال، والتوسع كان دايما محدود، فالحل تركيز على الصناعة بدل الامتداد. ومن هون بلشت الحكاية. الصناعة صارت قلب المدينة، وطلع منها أسماء غيرت عالم السيارات مثل مرسيدس بنز وبورشا وغيرها. واللي بيشتغلوا بالسيارات هون بيعرفوا هالشي منيح، دوام قوي، تركيز عالي، وشغل ما بيرحم. عشان هيك المدينة اضطرت تخلق توازن، مو رفاهية بل ضرورة. بس الحياة اليومية فيها حاضرة بقوة، كافيهات، مشي، ومساحات عامة بتخليك تفصل عن ضغط الشغل بعد يوم طويل. بس هون المفاجأة، رغم إنها مدينة صناعة، شتوتغارت من أكثر المدن الخضراء بألمانيا، من كليسبرغ بارك كمتنفس حقيقي لشلوس بلاتس بقلب المدينة، حيث الحركة والحياة، للماكس اي سي أو إطلالة فيرنزي تورم، أماكن بتفصل فيها عن ضغط الشغل من غير ما تطلع برا شتوتغارت. يمكن مو مدينة حب من أول نظرة، بس إذا عشت فيها شوي بتفهم ليش ناس كتير ما بتتركها. خلينا نكون صريحين، شتوتغارت بالنسبة إلك مدينة سيارات ولا مدينة بتعرف تعيش فيها؟ واكتب لي من أي مدينة بألمانيا عم تتابعنا، خلينا نشوف وين متجمعين.